على بقى كده نخش على جرامر يونت 7 بيتكلم معايا على حاجه اسمها صيغه الامر. يعني ايه صيغه الامر يا مستر؟ بص يا سيدي، لو انا جيت قلت لك مثلا ذاكر بجد، حلو الكلام، يبقى انا كده عملت ايه؟ امرت. قلت لك افتح الباب، يبقى انا كده عملت ايه؟ امرتني برضو. قلت لك ما تلعبش كتير، هنا برضو كنت امرتني. طب ايه الفرق ما بينهم؟ هنا انا قلت لك ما تعملش حاجه، وهنا قلت لك لا اعمل حاجه، صح كده؟ طيب، يبقى كده احنا عندنا في العربي ان انا عندي في حاجه اسمها امر مثبت، وعندي حاجه اسمها امر منفي. وانا فهمتك يعني ايه دلوقتي، اللي هو حاجه تعملها وحاجه ما تعملهاش. طيب، بنهيك عن حاجه وحاجه بقول لك ايه، بنصحك بيها، صح كده؟ يبقى انا كده عندي الجمله الامريه بستخدمها. هو كده بص، انا جبت لك التعريف بتاعها استنتجته لك اهو. صيغه الامر ان انا بديك اوامر، تمام، او تعليمات او نصيحه. قال لي ماشي. طب حلو الكلام. او برضو ان انت تفعل شيء او لا تفعل شيء برضو. قال لي ماشي يا سيدي. يبقى انت كده فهمت كده، دي كلها مسميات صيغه الامر. طيب لازم أن تكون عارف الكلام ده قبل ما انا اشرح لك الدرس ده. طيب يا سيدي، صيغه الامر انا بعمل الامر المثبت في الانجليزي ازاي؟ قلت له بص، قلت له لازم تبدا الاول بالفعل. ثواني كده، ابدا بالفعل ازاي؟ انا عندي دايما ببدا بالفاعل اللي هو السبجكت في الانجليزي. ولو انا ما بداتش بالسبجكت يبقى انا كده بعمل حاجه غلط، انا كده الجمله هتكون غلط يعني. قلت له بص يا سيدي، الجمله عندي هنا استثناء الجمله الامريه، لان طبيعي لو انت جيت مثلا، تعالى كده مثلا لو انا جيت قلت لك مثلا ايه، اوبن ذا دور، يبقى انا كده انا بقول لك افتح ايه؟ افتح الباب. هو انا كده بامرك، فطبيعي ان انا لازم احط الفعل الاول، لان هي مش هتركب، لو جينا نحسبها مش هتركب معانا خالص. طيب يا سيدي، يبقى انا عشان اعمل جمله امريه لازم ان انا ابدا بالفعل. طيب ايه الحاجه التانيه؟ يكون الفعل ساده، بمعنى يكون الفعل في المصدر. اهو يا سيدي، يكون الفعل ساده ويكون infinitive في المصدر، يعني ما يكونش فيه اضافات، ولا في اي دي ولا اي اي دي، ولا مثلا في اس اي اس ولا اي ان جي، ولا اي اضافات خالص اللي هي بتضاف للفعل. طيب يا سيدي، وممكن برضك ان انا استخدمه زي ما قلت لك في النصيحه. يبقى هو ممكن ان انا استخدمه، يعني مثلا هنا بقول لك سيت داون، هنا بعمل ايه؟ امر، صح كده؟ بقول لك اقعد. طيب، ممكن هنا ان انا انصحك، اقول لك مثلا ايه، drink more water، يبقى انا بقول لك ايه، اشرب الكثير من الماء. انا كده بقول لك ايه، بنصحك. تمام. طيب يا سيدي، في عندي حاجه تانية، ان انا ممكن ان انا ابدا جمله الامر بحاجه اسمها always. كلمه اسمها always لازم ان انا ابدا بيها، او مش لازم، يعني ممكن ان انا ابدا بيها عادي، ولازم أن يجي بعدها الفعل في المصدر برضه. يعني لازم أنا احط always وبعدها الفعل في المصدر اهو. لو خدت بالك هنا verb to do، verb to do ده المصدر بتاعه، يعني ما فيهوش اي اضافات. طيب، تعال نخش على الجزء اللي بعده، عندي الامر المنفي. الامر المنفي هنا ان انا هنفي جمله الامر باستخدام حاجه اسمها don't. استخدمها بحاجه اسمها ايه؟ don't. بنفيها بحاجه اسمها don't. طيب، طبعا هنا لازم يجي بعدها المصدر. طيب يا سيدي، ممكن برضك ان انا عندي طريقه تانية ان انا انفي بنيفر، تمام، ولازم النيفر تبقى قبل المصدر. يعني لازم تيجي هنا كده اهو في الاول ويجي بعدها ايه؟ المصدر. قال لي ماشي. عندي بقى هنا برضك حاجه مهمه، ايه هي؟ عندي استخدام should وshouldn't. ايه الفرق ما بين should وايه الفرق ما بين shouldn't؟ بص يا سيدي، كلمه should معناها يجب عليك او يجب بشكل عام يعني. طيب، وانا حطيت ابوستروف تي عشان انفيها، بمعنى ان هنا كانت يجب، يبقى لما انفيها هتبقى لا يجب، صح كده؟ يبقى كده يجب ولا يجب، بالراحه خالص اهو يا سيدي. يبقى انا كده عندي كلمه should معناها يجب، shouldn't لا يجب، ولازم يجي بعدهم المصدر. طب انا كده بستخدمهم في ايه؟ بستخدمهم في النصيحه والاقتراح، لان كل ده اصلا بص بالبديهي كده، ما هو يجب يبقى كده انا مثلا ايه، بنصحك. طيب، تعالى كده نشوف لاعطاء النصيحه مثلا اهو، هنا بيقول لك ان انت بتحط should وبعديها المصدر، طبيعي جدا. تعالى نشوف هنا في النفي، قال لك ان انت بتحط shouldn't ولازم أن يجي بعدها برضك ايه؟ المصدر. عندي برضك حبه حاجات، عندي حبه حاجات لازم أن تبقى عارفهم بيساووا should و shouldn't. بص يا سيدي، عندي I advise you to،
تمام. وعشان انفي هحط ايه؟ not to، ولازم ان الاتنين يجي بعدهم المصدر. طيب عندي الكلمه اللي بعد كده عندي if where you، تمام، او مش هحط الاتنين، او I would، تمام، و I would نفيها I wouldn't. قال لي ماشي، وهيجي بعدهم المصدر الانفينيتيف. طيب عندي it's a good idea to، قال لي ماشي. طيب وهنا to يبقى طبيعي ان انا احط مصدر، والنفي بتاعها not to. قال لي ماشي، يبقى انت كده تاخد كده معلومه اهي، ان حرف الجر to لازم أن يجي بعديه المصدر. قال لي ماشي، وانا فهمتك يعني ايه مصدر اللي هو الفعل ساده. طيب يا سيدي، عندي برضك my advice is to، وعشان انفيها برضك هتبقى not to. يعني بص كده هي ثبتت معانا، كله هيجي بعدين المصدر، كله هيجي بعدين المصدر. طيب عندي you out to، تمام، والنفي بتاعها not to. عندي هنا you'd better، والنفي بتاعها your had better not، وهحط بعدهم المصدر زي ما اتفقنا. وبكده يا سيدي اكون خلصت لك جرامر يونت 7. تعالى كده نشوف جرامر يونت 8 بيتكلم معانا على ايه. تعالى بقى كده نخش على جرامر يونت 8 بيتكلم معايا على حاجه اسمها روابط التناقض. يعني ايه يا مستر روابط، ويعني ايه تناقض؟ بص يا سيدي، كلمه روابط ان انا بربط ما بين حاجتين، بمعنى ان انا في حاجه بحطها في النص زي كلمه بط مثلا، بتربط لي ما بين حاجتين. وطالما بتربط وفي تناقض، يبقى كده معناها ان هي بتعكس الحاجه اللي قبلها. ازاي؟ يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم. يعني انا جيت قلت لك بالرغم ان هو ذكي، سيبك من كلمه بط دلوقتي، بالرغم ان هو ذكي، تمام، جاب درجات وحشه. انا كده قلت لك الحاجه وعكسها يعتبر. ازاي؟ هو طبيعي لو هو ذكي هيجيب درجات حلوه، لكن انا هنا قلت لك ايه؟ بالرغم من انه ذكي جاب درجات وحشه. طيب جيت قلت لك هي صحيت بدري ولكن اتاخرت على الباص، يبقى كده الحاجه وعكسها. طبيعي لو صحي بدري هتنزل تمشي بدري، صح كده؟ لا، هي صحيت بدري واتاخرت عن الباص. طيب يبقى كده هنا في تناقض، الحاجه وعكسها. ده كده في العربي. يبقى انا كده في العربي استخدمت كلمه بط، واستخدمت كلمه اللي هي بمعنى ولكن يعني، واستخدمت كلمه بالرغم، بالرغم من، والحاجات اللي زي كده. طيب انا عندي بقى الكلام ده كله برضو في الانجليزي. تعال نشوف هنعمله ازاي. بص يا سيدي، انا عندي كلمه بط اول حاجه معايا. كل دول على فكره انا بستخدمهم في التناقض، خلاص اتفقنا. كلمه بط ديك معناها ولكن، حلو الكلام. وزي ما قلت لك اهي، تعبر عن التناقض وبتيجي دايما في النص. حلو الكلام. يعني كلمه ولكن، ما هي كلمه ولكن احنا بنحطها في النص طبيعي. لو خدت بالك احنا اتفقنا ان احنا نعوض عن كلمه ولكن بكلمه بط. اهي كلمه بط دايما جايه في النص يعني. طيب يا سيدي، تعال نخش على بعده كده. انا بلم لك الدنيا بشكل سريع عشان ما ناخدش وقت. عندي كلمه اسمها however. كلمه however ديت معناها مع ذلك، تمام، بتيجي دايما في بدايه الجمله الثانيه. يعني بص كده، خلصنا الجمله اهي حطينا كلمه however، لان هي معناها مع ذلك. ومع ذلك لازم اعرفك الاول الحاجه اللي قبليها، بعد كده اقول لك ومع ذلك كذا. طيب يا سيدي، رقم 3 عندي كلمه اسمها while، تمام، ديت برضو بتعبر عن التناقض زي ما اتفقنا، كلهم بيعبروا عن التناقض. وديك معناها بينما. حلو الكلام. طيب وديك دايما بتيجي امتى؟ بتيجي في اول الجمله او بين جملتين. يعني لها طريقتين، يا اما هتيجي هنا اهو كده في اول الجمله، او عادي ممكن ان انا احطها ما بين جملتين. ماشي يا سيدي. عندي كلمه اسمها although اللي انا قلت لك عليها، معناها بالرغم من. وديك بتيجي في وسط الجمله وفي اول الجمله عادي جدا. لو خدت بالك هنا اهي although معناها بالرغم من، جت في الاول، وهنا برضو جت في الاخر. ده كده جرامر يونت 8 بشكل بسيط. هو كده كده الدرس ده ما فيهوش افكار، هو معظمه ان انت تحفظ بس معاني الحاجات ديك، تحفظ بس كده معاني الحاجات ديك وتشوف هي بتيجي فين. بس كده، دي كل الفكره اللي في الدرس ده. طيب تعالى كده نشوف يونت 9 بيتكلم معايا على ايه. تعالى بقى كده نخش على جرامر يونت 9 بيتكلم معايا على حاجه اسمها روابط السبب والنتيجه. يعني ايه يا مستر روابط؟ زي ما اتفقت معاك ان هما بتربط لي ما بين حاجتين. يعني ايه بقى سبب ونتيجه؟ بص يا سيدي، زي ما انا بعمل معاك هديك الجمله عربي واقول لك المضمون بشكل عام. لو انا جيت قلت لك انا ما صورتش امبارح علشان كنت تعبان، انا ما صورتش امبارح علشان كنت تعبان. طيب يا سيدي، هنا فين السبب وهنا فين النتيجه؟
انا ما صورتش ليه؟ علشان كنت تعبان. يبقى ده كده السبب ان انا كنت تعبان. طيب ايه النتيجه؟ ان المحاضرات ما نزلتش، صح كده؟ ما صورتش يعني. قال لي ماشي. طيب تعالى كده نرجع نقول الجمله تاني. انا ما صورتش امبارح علشان كنت تعبان. انا استخدمت كلمه علشان عشان توضح لي ايه السبب والنتيجه، صح كده؟ طيب ما انا عندي برضك نفس الكلام. عندي ثلاث كلمات معناهم علشان. قال لي ماشي، ايه هما؟ كلمه because او as او since. الثلاث كلمات دول معناهم لكي، تمام؟ بيفيدوا السبب، لكي، معناهم علشان يعني بشكل عام او بالبلد بتاعنا. طيب يا سيدي، كلمه علشان اللي هم زي ما قلت لك since وبيكوز واز، يمكن ان يجوا في اول الجمله زي كده، او ممكن يجوا في النص زي since هنا. حلو الكلام؟ ادي عندك بيكوز جت في الاول وعندك since جت في النص. طيب عندي هنا للتعبير عن النتيجه، مش السبب بقى، عن النتيجه، بستخدم كلمه as a result، تمام؟ او therefore، او كلمه so، ودول بمعنى لذلك. حلو الكلام؟ انت عارف ان دايما ان كلمه سو معناها لذلك، وعندي الكلمات ديت برضك بتساويها. طيب تعالى بقى كده نشوف بنستخدمهم ازاي. عندي كلمه سو، تمام؟ دي دايما بتيجي في وسط الجملتين، بتيجي في النص كده، ودايما بيجي بعدها الشرطه دي. حلو الكلام؟ قال لي تمام يا مستر. تعال نشوف اللي بعد كده. عندي هنا برضك ملاحظات عند الكلمتين دول، تمام؟ احنا اتكلمنا على سو، تعال نشوف الاثنين التانيين. بيجوا في وسط الجملتين، ولو انت خدت بالك هيجي مثلا مع، بص كده، هيجي بعدها الشكل ده، تمام؟ الشرطه اللي عليها نقطه، او الشرطه، او بعدهم الشرطه دي. تعالى كده نشوف، بص كده، هنا كده قبلهم جت الشرطه اللي عليها نقطه، تمام؟ وبعدها الشرطه العاديه. طيب يبقى دول كده بيميزوهم في الامتحان، عشان تاخد بالك من الجزئيه اللي بعد كده. طيب هنا برضك اهو نفس الكلام، وجي بعدها الشرط. تعالى بقى كده اقول لك ازاي بقى بيجوا في الامتحان. بص يا سيدي، لو انت جالك as a result، او جالك therefore، او جالك so، ثلاث كلمات دول لو جولك في وسط، انا هنا بتكلم على سؤال الرايت، ها، لو جولك في وسط الجمله في النص يعني، وقال لك استخدم لي مثلا الكلمات دي اللي هم مثلا since واستخدام because. طيب هنعمل ايه؟ بص يا سيدي، هنحذفهم، يعني هنحذف الكلمات اللي فوق دي في الرايت، يعني هنشيلهم من الاخر، وهنحط since وهنحط because. هنحط يعني على حسب هو بيديك ان انت تختار ايه او تحط ايه في وسط الجمله، وهنبدل الجمل. يعني بص كده، هنا اهو قال لك استخدم لي because. طيب هستخدمها مكان ايه؟ لما الكلمات اللي انا قلت لك عليها فوق. طيب عندي كلمه so اهي. حلو الكلام؟ طيب هنعمل ايه بقى؟ هنحذفها وننزل مكانها بيكوز. حلو الكلام؟ ونعكس الجمله. لو خدت بالك ان احنا هنا، بص هنا احنا كده عاكسين الجمله. قال لي ماشي. تعال نشوف اللي بعده. الفكره الثانيه هنا، لو هو عكس، بمعنى لو هو جاب لك قال لك، لو هنا طلب منك استخدام الثلاث كلمات دول so و therefore وعندي as a result، فطبعا انت هتحذف دول، تمام؟ هنا اهو تم حذفهم، وهنحط دول مكانهم، تمام؟ لو جالك اي حاجه منهم، يعني الكلام يسرع على الثلاثه. هنحط بقى دول فين؟ هنحطهم في وسط الجملتين، وبنبدل الجمل، يعني زي ما عملنا فوق كده. تعالى كده نشوف. هنا مديني هنا because، تمام؟ عايزني ان انا استخدم as a result. حلو الكلام؟ طيب هعمل ايه؟ طبيعي ان انا هشيل because وهحط مكانها as a result، وهعكس الجمله. خدت بالك هنا كده جمله معكوسه. تمام يا سيدي؟ دي كده التريكات. مستر طب احنا عايزين نثبت الكلام ده. انا كده انا بشرح لك الجرامر بسرعه، علشان ان انا هتلاقيني في الحل بشرح القاعده وبحل، بشرح القاعده تاني وبحل. حلو الكلام؟ بفكرك بالقاعده وبنحل. قال لي ماشي. تعالى بقى كده نشوف جرامر يونت 10. تعالى بقى كده نخش على جرامر يونت 10. بيتكلم معايا على حاجه اسمها زمن الماضي التام. يعني ايه زمن الماضي التام يا مستر؟ انا عندي زمن الماضي التام هو الحدث الاول. يعني ايه الحدث الاول؟ يعني انت مثلا عندك في العمر
بتخلي الفعل على وزن فعل، يذهب ذهب، صح كده؟ يلعب لعب. طيب بتخلي الفعل في الزمن الماضي على وزن فعل. لكن انا عندي لا، انا عندي ليه اكتر من شكل زمن الماضي، عندي ماضي تام، عندي ماضي بسيط، عندي ماضي مستمر. طيب الماضي التام عندي هو الحدث الاولاني، بمعنى ان انت عندي بتقول لو انا جيت قلت لك انا اتخرجت واشتغلت، حلو الكلام، انت كده انت عملت كام حدث في الماضي؟ 2. انت عملتهم بنفس الشكل على نفس الوزن، صح كده في العربي. لكن عندنا هنا في الانجليزي لا، لازم أنا اخلي الحدث الاولاني ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط. بمعنى اصح يعني الحدث الاولاني يكون شكله شكل الماضي التام، يعني يكون فيه هاد، تمام، ويكون الفعل في التصريف الثالث اللي هو البي بي. طب والحدث الثاني؟ لا، الحدث الثاني اللي هو الماضي البسيط العادي اللي هو نهايته يا اما تكون اي دي اي دي، تمام، في الاخر يعني اخرها دي. طيب يا سيدي تعالى بقى كده نشرح الدرس. هو انت كنت بتعمل ايه بس؟ لا انا كنت بمهد لك بس. بص يا سيدي، الماضي التام، الماضي التام ده بيتكون عندي زي ما قلت لك، بيتكون من هاد بلس البي بي، يعني الفعل في التصريف التام. هجيب السبجكت في الاول اللي هو الاسم او الضمير، يا اسم يا ضمير، قال لي ماشي. طيب يا سيدي بيقول لك بنستخدم مع الماضي البسيط، تمام، الماضي البسيط، انت مستر تشرح الماضي التام يا عم اصبر. الماضي البسيط للتعبير عن حدث تم اولا، حلو الكلام. طيب حدث تم الاول ده هيبقى ماضي تام، وبعده هيبقى الماضي البسيط زي ما اتفقت معاك. طيب يا سيدي وبص هنا كده، عندي هنا الحاجات دي هي اللي بتيجي عامه، عندي كلمه افتر وعندي as soon as. لو جات لك الكلمات ديت في الاول في اول الجمله هتحط بعد كده ماضي تام، واللي بعده هيبقى ماضي بسيط. يعني ايه يا مستر؟ يعني هتخلي الفعل اللي هنا فيه هاد بلس البي دي، وهتخلي هنا ده ماضي بسيط يعني الاي دي اي دي. طيب لو خدت بالك هنا اهو افتر، هنا في هاد، حلو الكلام كده. احنا خلاص هنخش على اللي بعده. لو خدت بالك هنا اي دي اهو. طيب يا سيدي عندي بيفور بتساوي باي ذا تايم، بيجي بعدها ماضي بسيط، حلو الكلام، يعني نفس المعنى بس هنا بتكون باي ذا تايم بيجي بعدها ماضي بسيط وبعدها ماضي تاني، يعني العكس. طيب تعالى كده نشوف. يعني عندك هنا باي ذا تايم، تمام، هنا طبيعي اللي هيجي بعدها هيكون ايه؟ ذا فيلم، تمام، هنا على فكره دي اوبجكت، تمام. طيب يا سيدي هنخش على اللي بعده. هنا عندي كلمه بيكوز اللي انا لسه كنت بتكلم معاك عليها. لو جالي ماضي بسيط وبعدها كلمه بيكوز هيجي بعدها ماضي تاني زي كده he was، تمام. tired was هنا دي بتعبر على زمن الماضي البسيط. طيب يبقى هنا ماضي بسيط في الاول، بعد كده because، حلو الكلام. عندي بعديها he had، هنا كده في ماضي تاني، تمام يا عمنا. ده كده الماضي التام بشكل بسيط. تعال نخش بقى على اللي بعده. تعالى بقى كده نخش على يونت 11 معايا زمن الماضي البسيط وزمن الماضي المستمر. بص يا سيدي تعالى كده نبدا الاول بالماضي البسيط. انا عم اكتب بقى عند الماضي البسيط. الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل. يعني ايه تصريف ثاني واول والكلام ده كله؟ مش فاهم. انت عندك التصريف الاول اللي هو المصدر الانفينيتيف زي ما انا اتفقت معاك في الاول، حلو الكلام، يعني الفعل ساده بدون اي اضافات. طيب التصريف الثاني هو زمن الماضي البسيط، يعني نهايات افعاله فيها اي دي اي دي في الاخر اخرها دي، حلو الكلام. قال لي ماشي. التصريف الثالث هو بتاع الازمنه التامه زي الماضي التام والمضارع التام، يعني هحط هاف وهاز وهاد والكلام ده كله. طيب يا سيدي يبقى انا كده فهمت حاجه، ان انا عندي الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل، تمام. وهنا عندي شكلين ليه، يا اما الفعل في نهايته اي دي او اي دي، تمام، يا اما الشكل الثاني اللي هو فعل شاذ او فعل غير منتظم زي كده مثلا هنا يكتب، هنا ده كده الفعل في المصدر. خلوهولي كده تصريف تاني، تقول لي احط اي دي او اي دي، لا مش هنحطه. بص هنا التصريف التاني بتاعه اسمه روت. خدت بالك من الجزء ده؟ عندك مثلا فعل جو الماضي منه went، تمام. قال لي تمام. عندي هنا فعل بط
الماضي منه برضك بط زي ما هو، ما غيرناش في حاجه. يبقى انا كده عندي في افعال اخرها اي دي، وفي اهو مثلا كده هنا اهو فعل اخره اي دي. حلو الكلام. هنا اهو فعل اخره اي دي. يبقى انا كده عندي نوعين شكلين، يا اما فعل شاذ وده بحفظه، يا اما الفعل اخره دي اي دي اي اي دي. طيب يا سيدي، تعالى كده نشوف في حاله النفي. في حاله نفي الماضي البسيط، هحط الاول السبجكت الفاعل اللي هو الاسم او الضمير، وبعد كده didn't. حلو الكلام. وبعد كده اخلي الفعل في المصدر. طيب تعال نشوف تصريف verb to be بزمن الماضي، ان هو يتبع الماضي هنا. هنا يا اما was يا اما were. طيب امتى was وامتى were؟ was مع المفرد وwere مع الجمع. قال لي تمام. وللنفي طبعا بنحط كلمة not. اثبت بقى يا عم. في النفي بحط كلمة not. طيب يا سيدي، هنا عندي في حالة السؤال أنا عندي طريقتين للسؤال، يا إما بال WH question اللي هي كلمات الاستفهام، يا إما بالفعل المساعد بحطه في الأول وبيكون معناه هل. يعني إيه؟ بص يا سيدي، هنا في السؤال اللي هو بهل بعمل إيه؟ بجيب الفعل المساعد. أنا عندي الفعل المساعد هنا كان اسمه did. حلو الكلام؟ هجيبه في الأول وهيبقى معناه هل، وبعد كده هحط السبجكت وبعد كده المصدر وفي الآخر علامة الاستفهام. طيب، او برضك عندي ممكن ان انا احط was او were، لان was و were هنا فعل مساعد برضك، وبعد كده السبجكت وبعد كده صفه او اسم. طيب تعال نشوف الطريقه اللي بعد كده. عندي هنا في حاله السؤال بكلمه استفهام، يعني what where والحاجات اللي زي كده، بحط كلمه الاستفهام في الاول وبعد كده did وبعد كده الفاعل وبعد كده المصدر. طيب يا سيدي، تعالى بقى كده نخش على زمن الماضي المستمر. بص يا سيدي، الماضي المستمر ده انا بجيب الاول السبجكت اللي هو الاسم، اسم طبعا مفرد او ضماير المفرد، وبحط بعدها was. تمام، لان انا عندي هنا الفعل المساعد was بياخد اسم مفرد وضمائر المفرد، وبعد was بحط الفعل وبخلي في نهايه الفعل ing. مستر بس احنا عندنا was دي بنستخدمها مع الماضي البسيط. يا عم ثواني، ما هو انت بتحط كلمه was وبتحط ed، صح كده؟ قال لي صح، لكن انا بقول لك هتحط ing. يبقى انت لو لقيت في was وفي فعل اخره ing يبقى ده كده زمن ماضي مستمر. طيب يا سيدي، شوف الطريقه الثانيه. وعندي الشكل الثاني مع ضماير الجمع اللي هم وي ويو وزي. تمام، ومعاهم مثلا اسم جمع، هحط بعديهم where وبعد كده الفعل بلس ing. قال لي تمام. تعالى كده نخش على اللي بعده. تعالى بقى كده نخش على يونت 11 معايا، بيتكلم معايا على حاجه اسمها المضارع التام. يعني ايه يا مستر مضارع تام؟ بص يا سيدي، لو انا جيت قلت لك انا بتعلم انجليزي من 10 سنين، الجمله ديت في الماضي ولا في المضارع؟ حد هيقول لي في الماضي. في الماضي ازاي؟ انا بقول لك انا بتعلم. حد تاني هيقول لي لا ده في المضارع، وانا بقول لك من 10 سنين. هو ده كده المضارع التام. لا انت عارف هو ماضي ولا عارف ان هو مضارع. بص يا سيدي، المضارع التام ده انا بستخدمه حدث تم في الماضي وما زال مستمر. حلو كلام. طيب بيتكون ازاي او شكله عامل ازاي؟ بجيب الاول السبجكت اللي هو الاسم او الضمير، بعد كده بحط يا اما have يا اما ثواني يا اما has، وبعد كده بحط البي بي. طيب امتى have وامتى has؟ has مع المفرد اللي هم هي وشي وات، وعندي have مع الجمع I والوي واليو والزي. قال لي تمام. طيب وده التصريف الثالث زي ما قلت لك من شويه اهو. حتى هنا بص كده بيقول لك have اهو مع الجمع، تمام، وتاتي has مع المفرد. طيب في حاله النفي عندي طريقتين، يا اما هحط not تمام بعد have و has، او هقولها haven't و hasn't على طول. طيب هحط الابوستروف تي يعني. بص يا سيدي، عندي كلمات زي just already، دول انا بستخدمهم في الجمله المثبته. تمام. ان الفعل تم بعد الهاف والهاز، يعني ده الكلمات ديت داله على ان الفعل خلاص تم، لان انا عندي كلمه just هنا ديت معناها توا او حالا.
حلو الكلام. طيب عندي already بمعنى بالفعل، يبقى كده دي الكلمات دالة على ان الحدث ده تم. طيب تعالى كده نشوف اللي بعده. عندي برضو بكلمة already ينفع برضو ان هي تيجي في اخر الجملة المثبتة، تمام، ومعناها بالفعل. طيب تعالى كده نشوف ever. عندي كلمة ever في السؤال بتيجي بعد الفاعل بمعنى هل، تمام، هل فعلت من قبل، تمام، او هل زرت من قبل، هكذا، لان دايما ده المثال اللي بتيجي فيها الاشهر، تمام، وتحول الى never في النفي. حلو الكلام. طيب تعالى كده نشوف اللي هنا. عندي برضو دي حاجه من الحاجات المهمه، عندي كلمه يت بتيجي في اخر الجمله المنفيه والسؤال، وبتدل على عدم حدوث الفعل، يعني بتنفي الحاجه. حلو الكلام. طيب كده انا اكون خلصت لك الجرامر. دول كده اهم الحاجات اللي في الجرامر. هو طبيعي ان الجرامر كله انا ما يعني احنا بنراجع، فطبيعي ان انا مش هشرحه لك كله، لان في حاجات، بعض الحاجات مش مهمه، فاهمني. وكمان في الحل انا هدوس لك على الجرامر تاني، يعني انا كده انا بفكرك بس كده يعني ايه جرامر. لما نيجي نحل هتلاقي ان انا بشرح لك الجرامر والقاعده تاني شرح تفصيلي. حلو الكلام. طيب يلا كده نخش على جزء الكلمات، وهينزل لك فيديو الحل هتلاقيه في الديسكربشن.